السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بالخير والسرور والرضا، ويفرج على أخويانا المعتقلين فرجا عاجلا. هذه رسالة إلى سمو أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد. قبل شهر يا سمو الأمير طرشت رسالة على الشيخ جاسم بن حمد مطولة فيها تفاصيل ما تجهله ولا تجهلك، وقبل 4 أيام أرسلت على سلطان هديفي رسالة مثل الرسالة ذيك ولا أطول، وأنا والله لاني فرجة جاسم ولا فرجة سلطان هديفي ولا اني فرجاك. فرجة ما عند الله جل جلاله انه يدبر لي ويحسن لي تدبير. انا في حد الدول جوازي باقي فيه 3 أشهر وفيزتي منتهية في حد الدول، خالفت لاني ما اقدر اجدد فيزتي من عندكم. لما جيت المطار تم توقيفنا وقالوا لو سمحت على جنب، انت مخالف في البلد هذه وتدفع القيمة الفلانية، والبلد اللي بتروح لها والمستضيفة ما هي بقابلتك تجيها، غير مقبول نجوزك 3 أشهر. شاركت رابطة بنو، شاركت حقوق الإنسان، وشارك كبار الكتاب اللي والله العظيم ما قلت الواحد منهم تدخل، والله ثم بالله اني ما كلمته قلت تدخل. وسطاء اللي بيني وبينهم اللي وصلني واللي عارف اني بيستقبلني اني باجي، قلت الظروف تغيرت، انا مخالف لنا ولا اقدر اجيكم عندكم. دفعت المخالفة اللي علي 2000 أو 3000 يورو. لما عرفوا الجماعة القصة كاملة من إيلاء اعتذروا مني اعتذار رسمي. هذا مما يثير الدهشة ويثير الفضول عند الإنسان، أن الحس الإنساني الراقي أيا كان اللي يعتنقه واللي يحمله، مسلم مسيحي بوذي هندوسي يهودي اللي هو، رجعوا المبلغ واعتذروا مني، وتواصلوا الكتاب ذولا مع كتاب الدولة المضيفة وقالوا هذا قضيته 1 2 3 ويتفضل في أي وقت يبغي. إذا في حد قال لك يا سمو الأمير أن هذه قوة أو شرف أو سؤدد أو شيخة أن يستخدم قوة الوطن ضد مواطن، الوطن عمره ما هين أبنائه ولا يظلمهم، ولو احنا نبغى خود ناس أخذناها من زمان، أخذناها من زمان ما هم اليوم. لكن هذا وطننا، قدركم أني مواطن قطري وقدري أنكم حكامي، لكن التعامل مع الرجال مو بهكذا يا سمو الأمير. إذا صار الرجال يحشم حاكمه ويحشم بيه ويحشم أخيه وهم ما يحشمونه، الرجال ذا ناقص مرجله. إذا حشمت الرجل ولا حشموك عاملهم مثل ما يعاملونك بالضبط. احنا عايشين تحت ظل الله، سواء ودكم ولا مو بدكم، عايشين تحت ظل ملك الملوك إلى جاء يومنا جاء، سواء موت ولا سجن. لكن والله أنا كبيرت في حقك وحق أخيك جاسم وحق سلطان هديفي، وإن شاء الله في حاجة حد منكم الله يغنينا من واسع فضله. الرسالة الثانية لعبد الفتاح السيسي زعيم مصر، أنت حاكم مصر، قناة الجزيرة تمسح فيك البلاط رايح جاي من يوم استلمت الحكم إلى الآن. أنت الدولة الوحيدة اللي حاطة عليه انتربول دولي، دول العالم كلها إلى جاه البلغ هذا رمته في درام الزبالة، لأن عارفة أن القضاء فاسد والنيابة فاسدة، لأن اللي يديرهم شخص ما جاء عن طريق انتخابات، فبالتالي ما يتعاملون معها على محمل الجد، كلها اتهامات باطلة ما لها قيمة، اتهامات صورية. أنت الدولة الوحيدة، حتى دول الخليج ما فيها الانتربول، أنت الدولة الوحيدة يا عبد الفتاح السيسي اللي عامل بلاغ. أنت غايب عن ذهنك، لو إني جيت مصر وتم القبض علي في مصر كان خليتك مضحكة الأمة طول عمري في السجن. أنت وأي حاكم، الحاكم اللي يشوف الشخص هذا غير مرغوب فيه يقول أنت غير مرغوب فيك، لو سمحت قادر ما يمسك له شخص مظلوم ويقطه يسلمه المجموعة من الفاشلين في القضاء والنيابة. هذه كلها في ذمتك يا سمو الأمير، ما هي في ذمة القطاوة اللي مجمعين تحت، ما نعتبرهم. أنا يوم قابلتك وقلطت عندك قلت لي والله نكره الرجال اللي يقلط عندي يخونني، وقلت لك ما فينا خونة، لكن ما خلاني الساحة أقول لك واكره الرجال عندي يا أبو حمد اللي يهيننا ويتفنن في إذلالنا بدون وجه حق، بس نحن بخرفان الزريبة ولا عبيد القصر، لسنا من عبيد القصر ولا خرفان الزريبة. أنا بطلع يا الله كتب جل جلاله وبزور الدوله اللي الله بيامرني أجيها، والله نبغاني أجود، ولو ما طلع أنت أخوياي ولا قلت لي في أول لزمة تعال أنت والأخيك جاسم والله الناجي، ثمان كلمتي اللي قلتها في خطابي يوم قلت إذا دعيتوني جيت. أما بالطرق الصبيانية هذه والله لا يهيب لك ولا يهيب اللي أنت منه. أنت بتأثر بالحرس القديم وأنت تفكر بالحرس القديم، حرس القديم ملفاتهم وسخة والمذكرات عنهم أوسخ منهم.